رب العالمين عم بيقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أنت بتجي بتقول لي في بيناتهم 12. طبعا فيها إذ، بتعرف شو يعني إذ؟ يعني حين المبايعة. هل أنا بدي أسألك سؤال، أنت هلأ ممكن الله يكون راضي عنك وتعمل شيء بعدين يغضب عليك؟ الله أعلم. رب العالمين لما ينزل كلام في القرآن، الكلام هذا سبق عليه القول، يعني مثل ما بيقولوا خلاص. الله كان راضي عن إبليس، الله كان راضي عن إبليس. رب العالمين ما كان في قرآن إبليس المذكور إنه في جهنم، يعني في القرآن نحن عم نحكي كان راضي عن إبليس. إيه طبعا كان راضي عن إبليس لما ممتاز. كان في السماء. وكان يعبد أكثر من الصحابة إبليس الله. أكيد بما أنه كان نوع من أنواع يعني مجرد ما رضي عن الصحابة خلص هودي على الجنة، شو ما عملوا. هذا نزل في القرآن، هذا قرآن عم ينزل. ما كان نازل القرآن بأنه إبليس كان راضي الله عنه لما قال لهم اسجدوا لآدم. تمام. وبعدين غضب عليه. القرآن نزل متتالي، يعني أنت بتعرف هالموضوع هذا. بعدين غضب عليه. ممتاز. تعال نشوف للقرآن. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في من نزلت؟ نعم، هاي تحذير. في من نزلت عراسي؟ في من نزلت؟ عمر يمكن على ما أعتقد. أحسنت. هذه قبل موت النبي، ساعة ما مات النبي قال النبي ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا. أي أصعب، ترفع صوتك أمام النبي والنبي حي بصحته، ولا نبي على فراش الموت ويقول له عمر حسبنا كتاب الله لا داعي لنا في الكتاب؟ إذا ترفع صوتك أمام النبي والنبي بصحته يحبط عملك، فما بالك النبي على الفراش وهمه على أمته وعم بيقولون ائتوني بكتف ودوات إن النبي يهجر حسبنا كتاب الله. أي أصعب؟ بالله عليك بحياة أولادك. طبعا ما في داعي للتحليف لما يكون الأصعب هو على فراش المرض، هي أصعب. فإذا حبط عمله أو لا؟ هي علم عند رب العالمين. بالقرآن عم نحكي القرآن. بالقرآن هاي الآية تحذيريا مبينة شيخ، الله يوفقك يعني. ممتاز. تحذيرية قبل، حذروا. اجت بعدين قصة رزية الخميس. أنا هي ما يعني بعد شو يعني، شوف يعني أنت هلأ معي، أنت منك ضدي. بعد ما حذروا الله لعمر، أنت عم تقول نزلت بعمر، صح؟ نزلت بعمر وأبو بكر. بعد ما حذروا الله لعمر لا ترفع صوتك فوق صوت النبي أن يحبط عملك وأنت لا تشعر، وإذا به في رزية الخميس يقول إن النبي يهجر حسبنا كتاب الله. قرآن هذا ولا مش قرآن؟ القرآن طبعا. نعم. شو رأيك؟ شو ردك عليه؟ نعم والله أنا ما عندي رد بصراحة لهذا الموضوع بالذات يعني. اسأل لي مشايخك وتعب كرة نترك. لا حلو الحوار علمي، حلو الحوار لأنه طبعا اليوم ما في شاب ما في سب. الله خلينا ناخذ الأخ جنتلمان. ماشي خلاص، نحن بنطلع غير